السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو صحتكم؟ اعذرونا ما قلكم لايك واشتراك وما شنو ذن السوالف، ما اعرف الحين. انتم من يمكم شفتوا المقطع تستفاد منه ويفيدك تشكنا بلايك، ما تخسر شيء. المهم شباب، اليوم المقطع مالتنا الحمام يحط على الجيران. اغلب الناس يعني يعانون من هاي المشكله، اغلب الجناة يعانون من هاي المشكله، خاصة ما يطيرون حمام هواي، اللي يطير له ثلاثة، اللي يطير له أربعة خمسة، دائما تلقى بيهن واحد يحط ويحطط الحمام كله. فهذا يضوج، لا يقدر يطلع الطير طير جلد عنده مثل وصار له فتره ما يقدر يكضه يبيعه، يقول لك والله خيولي، ما يقدر، يعني طير عزيز عليه، وبالتالي هم ما يقدر يقصه ويخليه هو يريد يتونس عليهن يطيرهن. فجبت لكم هاي الطريقه رهيبه ما تخلي الحمام يحط ابد. اول شيء تاكد انت حمامك مو كبار، يعني انت اذا كبير طير شايب هو ما يطير، هو ما يقدر يطير، اول تالي حط. بس اذا طيورك لا زينه وتطيرها الصبح شبعانه وتحط، لا هنا المشكله. انت شنو تسوي؟ الحمام مالتك تخليهن بالبرج. هذا الحمام جبته خليته بالبرج، سديت البرج يومين ثلاثة ايام اكل بالبرج وماي. تجي الصبح توكلهن لا شبعانات كلش ولا جوعانات. راح تقولي ليش خوب شبعانات؟ ليش خوب جوعانات؟ لا، اذا جوعانات كلش الطير يصير مطي حش السامع. اذا شبعان من تريد تنزله ما ينزل، من يحط ما يجيك بعد. مثلا اذا حط انت طير الطيور لا شبعانه ولا جوعانه، يعني زين اذا تريد تنزلها تقدر تنزلها. طيرتهن فرة فرتين ثلاثة نزل حتى لو بيهن بعد بيهن أربعة خمسة، بيهن 10 دقائق، بيهن 15 دقيقة، لا نزلهن. نزل حطن على الحائط. اكل وين؟ بالبرج. طبا للبرج، سد البرج. شو تسوي؟ تروح تنزل تكمل شغلك كيفك، ترتاح تكنك تدرس. راح تقول بدي اتونس عليه هنا أنا. انت بس اصبر هاي الايام، مثل ما يقولون اتعب تلعب. انت اصبر عليهن هاي الايام، اصبر لك فد اسبوع عليهن، والله الحمام تفتح للبرج ياكل لك الغيم. خلينا نشيل لكم هسه الحمامات مالاتي، انا توهن حاطين، بس مع ذلك انشن على مود فيديو. شباب طيرين نشينا الحمامات، هسه راح يجن من هنا لنياهن. من تنزلهن سديت البرج عليهن، تصعدهن مثلا العصريه اما تطيرهن فره فرتين. بعد انت تاخذ على هذا الروتين، تاخذ لك فد شهر بعد الحمام مالتك يصير سود. يعني انا شهر ما اقول لك ما طيرهن، لا طيرهن بعد. انت طير الصبح طير، بس شنو؟ لا تطير هواي، لا تطير هواي الحمام. هسه انت من تروح للمحل تروح مره ترجع يودونك ما ترضى، والله شنو مثلا انا ماكينه. هذا الطير هم نفس الشيء، كان هو ماكينه الطير هم يعني يتعب وعنده طاقه وعنده جهد. فانت دائما الحمام لا تلح عليه. طير الصبح مثلا الظهر، شوف هذا البولندي طير الصبح والظهر، هاي كاف خلاص كل زين. صبح وظهر والله هاي يراد لها شكران. فتتجاوز من ايدي صبح وظهر، هاي كلش كافي عليهن. طيرهن هم العصريه هاي 3 مرات باليوم. انت مو طير حاط نشيته حاط عليك طار هم. يا اخي هو هم يتعب هم يميل يروح يحط. ليش يحط دائما؟ هسه لاحظوا هسه حماماتكم جاوبوني بالتعليقات عليكم الله، حماماتكم يحطن بمكان تقدر تنشهن لو مكان بعيد عليك، كلها يحطن باماكن ما تقدر تلوحن. مثلا حتى لو تشامر عليهن طابوق ما يشينه بعيد عليك مكان. ليش؟ يحس بالامان، على مود الطير يحس بالامان. مو كل ساعة ناشة يخاف الطير من السطح يروح يحط. مثلا هو تعبان قبل يحط ما يجيك. حتى اذا انت بالسطح ما يجي الا يخليك تنزل من السطح مرات. اكو حمام والله الا تنزل من السطح الا يجي. هسه انا هاي المشكلة حليتها انا عندي. هسه حتى هذا فريخ الله شاهد، شوفوا وياه وعادي طبيعي يطير. ليش ما لح عليه؟ اطير الصبح مثلا اتونس عليهن الصبحية بالتسعة بالعشرة هيك اطيرهن. اطير العصر هسه شوفوا حتى شمس ماكو، شوفوا هاي هي منها تشرق ومنها المغيب، يعني هسه راح تصير مغرب الدنيا. يعني هسه الدنيا العصر الجو حلو الطير يطير. حتى لو مثل مثل خلينا نقول اجت وصله مال حمامات تاخذهن، هم طير نشيط يقدر يروح يقدر يرجع لك. اما اذا انت دائما تدق بيه ما بيه حيل الطير هذا يطيح، هاي مشكله. شوف هذا الفريخ الصغيرون وياه هسه صور لكم.
مسكون ما يطيرن بعد. شوفوا انا الحمامات مالتي يعني اللهم صل، حتى الفضاضي حلوات، حتى الزواجر يعني انا مخليهن بس الحلوات يعني. حتى شوفوا هاي فض مكحكن مثلا من قاره يجي صغير، لان الفضاضي الموجودات هذا الفريخ الصغيرون. شوفوا هاي الصفرة حافية مكحكلة، وذن الزواجر، حتى الزواجر هم ناعمات حلوات مرتبات. اذا تتذكرون الزاجل المجفن طاح، والله طاح هنا بنهاية شارع علاء، اكو معمل يسمونه معمل غاز، طاح هناك يما ولد. خابرنا علي قال لي ب10,000. قلت له اخوي هو الزاجل معروف ب3,000، بس انا مع ذلك تقديرا الك لين خابرتني اعطيه 5,000. قال لا والله ما يصرف لي. قلت له اخوي ترى طير طيري شنو ما يصرف لك؟ قال لي والله مو اهل الناصريه موصينا علي. قلت له شا خوش عوفه لاهل الناصريه او لبي اهل الناصريه. عاد هو قال لي هي الله وياك. شوف هذا الطير. فانا من هذا الموقف بعد ما اطلع طير يعني. انا هاي انصحكم، انا كنت ايش قد انطي طيور، ايش قد والله يجون انطي طير، انطي واضيع وما حد يخابرني اصلا يعني. انا ما حد يخابرني، ومن يطيح علي طير الله شاهد اطيه وانشره. الله شاهد اكو جماعه يعرفوني انشره والله، ما اخلي طير، انا ما اخلي طير بسطح غريب. هسه دائما الحمام بس من ورا هاي السالفه. لا والله هذا عندكم فحل، هنا عندكم فحل، هنا عندكم امين، هنا مخلي بالخانات، خير من الله. وكله فحل يطيرون ما شاء الله عليه. وعنوانه بذني الفضاضي وزواجي، الا دكم دق بسيطه، ما تصير لهم شاره يعني. حتى الزين ما يردونه يعني. انت اذا تصير زين لا ما يردونك، كي الناس تريد مش زين والله العظيم. انا ما ادري شنو الوضع يعني يمكم، يعني باقي المحافظات وغيرها وغيرها ما ادري شنو الوضع. فباقي المحافظات انا ما ادري شنو الوضع يمكم، يعني يطلعون حمام ما يطلعون. شوف ذني، شوف ذني اذا تذكرون الوجبه مالته القديمه مال الارافل، نزلوا جوا كلش. اخير شيء يعني يمكن ذني 3 فيديوهات هيج قبل سنه اكثر والله من سنه سنتين تقريبا. هذا هناك كان واحد يطير 12 ارفلي، ومصورهن حمامات اللي يطيرن، وبهن هذا هم موجود. يعني ايش قد صار لي ذن الطيور يرحن ويرجعن عليهم يعني. هم شالوا وذن يجن حتى ماكو لا برجلاش، يجن يحطن ويطيرن. شوفوهن اجن من هناك، وهسه شوفوا راح يرجعن. شوفوهن ما ادري مبينات لا الا صورهن لكم، خليت بالو ياهن. ذن ياهن اجن. شوفوا ارفلي، الارفلي ما موجود والله، الارفلي جديد، بس هذا الفحل عارفه قديم. جاي يجيب يمكن هاي طيرته الارفليه، يجيبها ويجي هنا يحطن يظلن ويطيرن. انا ما مراقبهن يعني، بس اشوفهن دائما ويجن من هناك من بعيد، ما معقوله راكضات. وهو الزلمه هذا شال. اصور لكم المهم شباب، هنا انا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى عجبكم، وفي امان الله. كان معكم كيفكم.